السلام عليكم. اليوم غادي ناخدكم في جولة داخل الحي المحمدي بمدينة أكادير باش نشوفوا واش فعلا حي كيستحق الواحد يسكن فيه ولا لا، وشنو خاص أي واحد يعرف قبل ما يفكر يكري ولا يشري ولا ينفيستي فيه. فخليكم معايا حتى لآخر الفيديو باش نقول لكم الرأي ديالي واش هو حي كيستحق الواحد يسكن فيه ولا لا. فأول حاجة كتشد الانتباه أن الأغلبية ديال الشوارع راه واسعة ومنظمة، وما كيكونش بزاف ديال الاكتظاظ ولا الزحام بالطوموبيل ولا الواحد يتمشى، ما كاين حتى مشكل. وكاين طرق رئيسية كتوصلك لأي بلاصة بغيتي في الحي المحمدي. كما كنشوفوا هنا راه الطرق تبارك الله واسعة، ما كيكونش بزاف ديال الزحام. بالنسبة لي باركينغ راه موجودين، ما غاديش تلقى مشكل في البلاصة جيلا عندك أكثر من طوموبيل ولا موتور، ولا ما كاينش بزاف ديال الزحام. وخصوصا في الساعات اللي كيكون شويه الزحام فراه ما غاديش يكون هذا المشكل. وبالنسبه للمحلات راه كاينين المدارس حتى هما، الخصوصيه العموميه، والحي راه منظم. وكاين حتى بالنسبه لي كغون سيرفاس بحال المهرجان بحال بيم، كاين حتى واحد البيسين يلاه تحل جديد، هو هذا اللي كتشوفو دابا، سومي اولمبي. وكاين حتى لي زيسباس فيرت بحال كاينين لي جاردان، واحد الا بغى يتمشى يخرج وليداتو يجري فراه موجودين. وبالنسبه للعمارات الاثمنه فراه كيختلف على حسب العماره، على حسب الابارتمون، واش اوت ستاندين واش ايكونوميك. المهم الاثمنه كتختلف على حسب. بالنسبه لي بري ديال لي زابارتمون تقريبا للكراء ستوديو بين 1800 و 2800 درهم بحال هكا. وبالنسبه لابارتمون دو شومبر بين 2500 و 4000 درهم. و ابارتمون شويه موديرن جديده افيك لي زيكيبمون جداد فبين 4000 و 6000 درهم. وبالنسبه للشراء ابارتمون قديمه شويه ماشي موديرن، المهم اقتصاديه، تقريبا بين 6500 حتى ل 9500 درهم للمتر كاري. وبالنسبه لابارتمون جديده بين 9000 و 11000 درهم. وبالنسبه لي زابارتمون موديرن هوت ستاندين فكيتراوحوا بين 11000 و 13500 درهم للمتر مربع، وعلى حسب بيان سور المشروع والموقع ديالو. امثله مثلا بحال دابا شقه ايكونوميك الثمن ديالها بالنسبه ل 70 متر بين 50 حتى ل 67 مليون تقريبا. وبالنسبه لابارتمون جديده مودرن شويه بين 63 حتى ل 77 مليون تقريبا. وشقه 90 متر بين 81 حتى ل 99 100 100 المهم 100 وشويه. فراه الاثمنه كتختلف. وبالنسبه للاسواق راه موجودين، كاين هنا هذيك السويقه راه معروفه في الحي المحمدي، كاين لي كافي لي ريستورون لي سناك، المهم اي حاجه كيحتاجها الواحد في الحياه اليوميه ديالو راه غادي يلقاها في هذا الحي. كاينين الكزاره، كاينين حتى المحلات ديال الحوايج لي زاكسيسوار ديال التليفونات، الخضاره. المهم ما غاديش تلقى مشكل، ما غاديش تحتاج تمشي لشي بلاصه بعيده. الطرق راه واسعه، وبالنسبه للجرادي راه كاينين موجودين، كيخرجوا الناس في العشيه يجريو فيهم يتمشاو صحاب السبور. المهم اي حاجه يبغي الواحد اكتيفيتي يديرها.
وبالنسبة للكالم اللي كيبغي شي حي يكون كالم ما فيهش الصداع بزاف، فراه هاد الحي كالم الصراحة ما كاينش لا صداع لا والو. وبالنسبة للرأي ديالي واش حي كيستحق الواحد يسكن فيه ولا لا، فالصراحة كيستحق بالنسبة للعائلات، لي فامي، اللي كيبغي الكالم، اللي ما كيبغيش بزاف الصداع، فراه حي كيستحق الواحد يجي يسكن فيه، ما كاين حتى مشكل. والرأي ديالي الصراحة كنعطيه 9/10. فنخليكم مع هاد المشاهد باش تشوفوا اكثر الحي، وقولوا لي في التعليق اش من حي اللي بغيتو نزورو في الفيديو الجاي باش نصوروا لكم والاستفسارات ديالكم.